أهلاً بيكم يا صحابي في حلقة جديدة. كلنا بنحب ناخد وننبسط جداً ونفرح لو أخدنا، لكن عارف إن العطاء بيبسط ويفرح أكتر من إنك تاخد، وإن لما تاخد من اللي معاك وتدي غيرك هتكون مبسوط أكتر بكتير. تعالوا نشوف صاحبتنا مريم عملت إيه في الموقف ده. وزي ما شفنا مريم البنوتة الجميلة راحت وقدمت من حاجتها لغيرها علشان تفرحها، وده لأن مريم كانت سمعت قصة جميلة عن الولد الصغير والخمس خبزات والسمكتين. يلا بينا نسمعها ونتعلمها من كتابنا المقدس. الرب يسوع راح مدينة اسمها بيت صيدا. ناس كتير اتجمعوا علشان يسمعوه. من وسط الناس دي كان في طفل صغير رايح يسمع كلام الرب يسوع اللي ياما سمع إنه بيشفي كل مريض، وكان معاه أكله 5 أرغفة عيش وسمكتين. الشمس بدأت تغيب، فالتلاميذ قالوا للرب يسوع: خلي الناس تمشي وتروح يشتروا أكل. فقال لهم: ادوهم انتم أكل. قالوا: ما عندناش أكل، وإزاي نقدر نشتري أكل لكل الناس دي الناس الموجودة 5000 راجل غير الستات والأطفال. الرب يسوع سألهم وقال: معاكم كام رغيف؟ روحوا شوفوا كده. التلاميذ قالوا له: ما فيش غير 5 أرغفة عيش وسمكتين بس. الرب يسوع قال لهم: طب خلوا الناس تقعد وتجهز عشان الغدا. وأخد الرب يسوع السمكتين و5 أرغفة العيش ورفعهم للسما، صلى وبارك وابتدى يكسر العيش ويوزع على التلاميذ، والتلاميذ يوزعوا على الناس. كل الناس أكلوا وشبعوا. مش بس كده، ده التلاميذ جمعوا 12 قفة من بواقي الأكل. الولد الصغير قدم كل اللي كان معاه، ربنا باركه وبارك بيه كل الناس الموجودة. الولد الصغير ده علمنا العطاء. كان ممكن يقول: لا، ده أكلي أنا، لو خدتوه مني هجوع. لكن العطاء خلاه يشبع، مش بس هو، لكن أكتر من 5000 واحد تاني، وكمان يفيد. تعالوا نحفظ آية النهاردة: لأن المعطي المسرور يحبه الله. رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 9 وعدد 7. لأن المعطي المسرور يحبه الله. كورنثوس الثانية 9:7. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك، وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول.